تعالوا دلوقتي نشوف هنشوي فراخ ونشوي بطاطا في نفس الوقت ازاي وفي وقت واحد، ويبقى هي ساعه زمن وقفناها في المطبخ من غير اي مجهود. يلا بينا نشوف هنشوي الفراخ ازاي. بطاطا في الفرن ونشوي فراخ. بصوا الاول ادي الفراخ اللي انا متبلاها وسايباها تفك من الصبح. هنزل لكم الفيديو بتاعها عشان تعرفوا انا تبلتها ازاي كده، لان تبلت معاها حاجات كتير. ونيجي للمنقذ. ده فرن كهرباء بس مش زي اي فرن كهرباء، ممكن يبقى فيه ملايين الافران الكهرباء في السوق بس مش زي ربنا انا اصلا معتمداها كتير. عندي العجان وعندي الفرن وعندي الكبه، وان شاء الله باذن الله لسه طالبه منهم حاجات ثانيه، يعني طالبه منهم خلاط وعندي بلندر ولسه ما قالوليش، لما يجوا لي هقول لكم عليه. طيب ايه اللي خلاني ان انا اخد عجان ربنا عن اي فرن ربنا عن اي فرن تاني؟ هقول لكم على حاجه. اول حاجه بصوا كده، شايفين الظهر ده؟ الظهر ده بومبي. حد هيقول لي ايه المشكله يا نونا لما يكون الظهر بومبي ولا مسطح حتى هيعمل لنا ايه؟ لا ده هيفرق معانا كتير. طيب نشوف لما يكون الظهر بومبي هيفرق فين. بص كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، صلي على النبي في قلبكم. شايفين لما يكون الظهر بومبي ومجوف بالشكل ده كده، ده ممكن ان هو ياخد صينيه مدوره. فاكرين الافران اللي كنا بنجيبها؟ انا على فكره ماما جايبه فرن ما فيهوش الظهر بومبي كده، بس جايباه من 5-6 سنين، ما فيهوش الظهر بومبي كده، واستحاله تحطي فيه صينيه مدوره. لكن رافال عملت اللي الست عايزاه، اللي هو ان يكون الفرن مجوف كده عشان تدخلي فيه الصينيه مدوره عادي، ما يبقاش ان انت لازم تحطي صينيه مستطيله يا صينيه مربعه وحجم صينيه معين، لا عندك صينيه مدوره ما فيهاش اي مشكله تحطي في الفرن. طب ده اول حاجه خلاني اجيب معلقه معايا ان هي عجان. ده اول حاجه خلتني اجيب الفرن بتاعت رافال. طب تاني حاجه ايه؟ بصوا بقى في ايه، تعالوا كده نشوفوا مع بعض. في تايمر، تمام؟ في هنا 4 مستويات للشوي او 4 استخدامات للشوي. هنا ممكن تشغلي الشوايه فوق بس، يعني لو عندك صينيه مكرونه بالبشاميل او عندك بيتزاي عايزه تسيحي بس الجبن، ادي اول مستوى منها. طيب تاني مستوى ممكن تشغلي فوق مع الشوايه، الشوايه اللي هي بتلف دلوقتي دي اللي انا هشوي فيها الفرخه بتاعتي سليمه، اشغلها مع الشوايه فوق. يعني ممكن نشغل تحت الاول وبعد كده اشغل الشوايه من فوق علشان تحمر لي الفرخه وهي بتلف. طيب تالت حاجه تشغلي فوق وتحت، يعني الفرن من تحت ومن فوق يبقوا شغالين مع بعض. رابع حاجه من تحت بس، لو انت عايزه تسوي صينيه بطاطس صينيه فراخ تسويها من تحت وبعد كده تشغلي عليها من فوق زي ما انت عايزه. متهيألي مفيش فرن كهرباء بالشكل ده. ده كده التايمر بتاع الوقت، شايفين؟ لمده 60 دقيقه ما شاء الله اللهم بارك. في كمان مروحه، لا هي دي مش مروحه، لا تصدقوا مروحه، استنى نشوف. الله، ده في كمان مروحه، في مروحه في الفرن، في مروحه في الفرن، حلو جدا. دي اول مره اكتشف ان في مروحه. طيب في ايه كمان في الفرن؟ ان هو 45 لتر. ممكن بصوا يعني عارفين يعني ايه 45 لتر؟ شايفين الحجم ما شاء الله اللهم بارك. طيب 2000 واط زي ما حضراتكم شايفين كده. في جرس علشان بعد ما تظبطي التايمر للوقت اللي انت حددتيه للتسويه يبدا ان هو يفصل ويديكي جرس ان الفرن فصل. طيب نشوف بقى الحاجات اللي جايه معانا. دي شوايه اللي هو السيخ، بتحطي فيه الفرخه وبتزنقيها من ناحيتين كده، او بتدخلي الخطاف دوت في الفرخه، وهوريكم ازاي دلوقتي بتتعمل وهنستخدمها مع بعض. دي شبكه، شايفين؟ ده صاج فرن مربع علشان لو هنشوي الفراخ ممكن نحطه من تحت فيه ميه او فيه البهارات بتاعتنا والتوابل بتاعتنا او جزء من التتبيله، ولو عايزه تسوي فيه معجنات هيبقى حلو قوي. ده كده ماسك بتشدي بيه او حامل بترفعي بيه السيخ بتاع الفرخه وهي بتتشوي، تمام كده اهو. نرجع نحطه كده، تمام. ومعاه كمان ماسك للصينيه، يعني نعمل كده عشان تسحبي الصينيه ويطلع معاكي بكل سهوله. يبقى في 2 ماسك للشوايه وماسك للصينيه، والصاج بتاعهم زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليه، وفي الشبكه وفي الشوايه بتاعت الفراخ. طيب دلوقتي انا عايزه اعمل ايه؟ هبدا ان انا استخدم الفرن ده، هستخدمه لاول مره معايا علشان قلت لكم ان انا بشوي بطاطا وعايزه في نفس الوقت ان انا اشوي فراخ. تعالوا نشوف دلوقتي عجان برضه فرن رافال هيشوي لي الفرخه ازاي وهيعملها ازاي. طيب هنعمل كده، ادي الصاج اهو، وادي الشوايه او السيخ اللي احنا هندخل فيه الفرخه. استنوا نلقي السلايد ونفكك الفرخه بتاعتنا من الاسترتش اللي احنا عاملينه بيه، وارجع واقول تتبيله الفراخ دي تحفه جدا.
شوفوها ان شاء الله لما انزل لكم الفيديو بتاع التتبيلات اتفرجوا عليها. بسم الله. يلا بينا. هبدا ان انا طبعا احنا مش هنشغل الفرن الا لما احط فيه الفرخه، علشان ما يبقاش سخن معاكي قوي ترجعي بعد كده تحطي الفرخه تتلسوعي لا قدر الله. لا انا هعمل كده وهبدا ان انا افكك كده. بسم الله. الفرخه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. فرخيتي يا فرخيتي. بصوا كده، ده هنا بتبداوا تفكوا كده وتحركوه زي ما انتم عايزين. فانا هثبته هنا كده عشان يبقى بعيد عن الجوانب بتاعه الفرن، وهبدا ان انا افكك ده خالص. تمام. واروح ماسكه الفرخه كده بالشكل ده، مدخلاها بسم الله كده اهي. شايفين المنظر؟ الخطاف ده هبدا ان انا اغرزه هنا. شايفين انا هعمل كده، فهنا كده الفرخه اتمسكت معايا. فلما نيجي نلفها كده هي اهي بتلف مع الشوايه ماشي. واروح ماسكه ده عاملاه هنا كده بالشكل ده، واروح غرزاه في الفرخه من هنا، يبقى ده قصاد ده كده. بصوا انا قفلت على الفرخه ازاي، واروح قافله المسند بتاعه زي ما انتم شايفين كده. غرستها كويس جدا. بصوا لما بلف كده بتلف معانا عادي. ليه؟ عشان الخطافين بتوع السيخ غارزين فيها. باقي التتبيله هبدا ان انا اعمله كده. شايفين اللي نزل في الصاج ده؟ انا عايزاه زي ما هو. تعالوا بقى كده نفتح الفرن واشيل ده واروح جايبه الصاج بتاعنا ده كده مدخلاه هنا، واروح عامله هنا ده كده. شايفين؟ اروح مدخله بقى كده للاخر، واروح جايبه ميه احطها هنا كده. شايفين المنظر؟ واروح ظابطه التايمر بتاعي. اقفل بقى كده. باي باي. اروح ظابطه التايمر بتاعي على 60 دقيقه. بصوا مجرد ما بدأنا شايفين؟ طيب انا عايزه فوق وتحت ولا تحت بس ولا فوق وتحت وشوايه؟ لا انا عامله فوق وتحت الاول، فوق وتحت الاول من غير ما تلف. طب انا لو عايزاها تلف اروح عامله كده. شايفين؟ بس انا مش هشغل دلوقتي كده، انا هشغل فوق وتحت بس عشان تبدا تتشمع معايا، وبعد ما تتشمع اشغل فوق مع الشوايه. عايزه اقول لكم ان انا مبسوطه. عارفين لما بيكون الواحد بيعمل كيكه الاطفال الصغيرين بيبقوا قاعدين باصين في الفرن كده وبيشوفوا ايه اللي بيحصل؟ انا عامله كده. تعالوا اوريكم انا اكتشفت حاجات تانية كتير. عايزه اقول لكم ان هو في تايمر اوتوماتيك. المروحه بتبقى شغاله والتايمر اوتوماتيك شغال، تلاقيه بيفصل شويه وبيشغل لوحده شويه. يعني بصوا المروحه كده دلوقتي شغاله، انا مش عارفه انتوا شايفوها ولا لا. وبيبدا ان هو اللي في الارضيه بيعمال يغلي، فبيشتغل شويه وبيعمل شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ بصوا المنظر. الفرخه فعلا بدات ان هي تتشمع. نقفل بقى كده. تعالوا على ما الفرخه بتاعتنا تستوي انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا مشغله نص ساعه بس فوق وتحت فوق وتحت، وهرجع بعد نص ساعه. انا يعني عامله التايمر 60 دقيقه. بصوا دلوقتي بقى 50، عدى 10 دقايق بس. يعني في 10 دقايق كمان او 20 دقيقه هسيبها فوق وتحت مع بعض. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. المروحه عماله تشتغل وتفصل اوتوماتيك لوحدها، حاجه رهيبه. بعد نص ساعه ما يشتغل فوق وتحت هروح مغيره من فوق وتحت. هبدا ان انا اشغل ايه الشوايه ومع فوق عشان ايه تبدا تاخد اللون بتاعها. انا كل شويه هبدا ان انا اوريكم. في حاجه بقى انا شفتها كمان، ان هو مديكوا تحذيرات في الكتالوج بتاعه، مديكوا ان انت لما تيجي تعملي الكوكيز ولا البيتيفور تعملي ايه ووقت التسويه قد ايه وتحطيه ازاي. عامل لك اعدادات لازمه لطهي الطعام عند البيتزا والشطائر، عند المشويات، الكيك، عمل البسكوت. شايفين؟ كل دي تعليمات عن طريقه التسويه لاي حاجه انت بتعمليها. انا مبسوطه. خليكم متابعين معايا، كل مرحله هوريكم علشان نشوف الشكل النهائي للفرخه المشويه في اقل من اي حاجه في الدنيا.
البطاطا بتستوي في الفرن وتنسوا. الله عليك يا باروش دي. شايفين الفرن من رافال حاجه تانية. بصوا المنظر. الله. تعالوا بقى اوريكم حاجه. هنعمل كده. اوبا. فقرة الساحل مع بصوا مع فرن رافال حاجة تانية. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. دي كانت لازم تبقى الفرخة متكتفة بدل ما احنا مرمطينها كده. بصوا المنظر. شايفين السخان فوق الشواية شغالة ازاي ومحمرة ازاي. بصوا المنظر. بسم الله ما شاء الله. كده الشوايه اللي هي بتلف دي، السيخ اللي بيلف ده مع الشوايه اللي فوق بس هي اللي شغاله. فانا شغلتها دلوقتي عشان اوريها لكم. بصوا الجلد. بصوا الجلد بيلمس. الله اكبر. شايفين المنظر. شغلت فوق شويه كده او 10 دقايق تتشمع بس وتبدا تاخد لون، وابدا ان انا اشغل فوق وتحت تاني. نسيبها بقى تتمرجح ونرجع لها بعد شويه. يلا نشوف الفرخة الحلوة راحت فين. شايفين يا ناس؟ شوفوا حلاوته يا ناس. بصوا المنظر. عسل. نحل. بصوا. شايفين الشكل. اللهم بارك. على فكرة مفيش فرن بوتاجاز بيطلع الفرخة بالشكل ده. تعالوا نعمل كده. نوقفها علشان عشان نشوف التسويه. بس الصدر دايما بياخد تسويه اكتر من الورك، فاحنا هنعمل كده. شايفين مفيش دم طالع فطالع ميه. دي الجوسي بتاعت الفرخه. بصوا كده. اوه اوعى. بسم الله ما شاء الله. هسيبها تاخد الوش كمان. هي فاضل لها بتشيل قوي 10 دقايق واقفل عليها. يلا باي باي. والحلوه استوت وجاهزه على الاكل. بصوا بقى نروح ماسكين كده عشان بنرفع بدي كده الحرف من هنا، وارجع اروح ماسكه كده. اوعى. وسع. ايه ده؟ وهنا سأسكت قليلا. ده كثيرا لحد ما اخلص اكل. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بصوا بقى بنعمل كده. استنوا نجيب منديل عشان البتاع سخن اصلا. نمسك السيخ كده. بصوا بنبدأ ان احنا نفك ده كده. شايفين الخطافة اتشدت ازاي؟ بصوا ادي الخطافة التانية اهو. نعمل ده كده وادخل درج المراعي. ياه حلاوتها زايده حتة. بصوا. ايه ده؟ ما هذا الذي اراه؟ ما هذا الذي اراه؟ وما هذا الذي اشمه؟ وما هذه التسويه؟ عظمه. الفرن عظمه بجد، يعني انجزني. البطاطا لسه في الفرن اصلا والفرخه استوت. فظيعه بجد. رافال انصح بيه اي حد. يعني بندم انا طول ما انا قاعده عماله اشوف الفرخه وهي عماله تلف، عماله اندم نفسي ان انا ازاي بقالي فتره جايباه وما استخدمتوش. انا حتى لو الفرن ما فيهوش حاجه بتتشوي فانا هشوف رافال. على فكره عايزه اقول لكم ممكن تعملي فيه لحمه وفراخ، وتعملي فيه خضار، وتعملي فيه بيتزا، وتعملي فيه كيك، تعملي فيه سمك،
كل الحاجات دي موجوده مع رافال. رافال فرن لا يعلى عليه. دايبه 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 دايبه. بصوا يا نهار ابيض على الجمال. بصوا المنظر، بص شكل الفرخه عامله ازاي، تتاكل همم. حلوه قوي 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 قوي. قلت لكم كل التفاصيل بتاع فرن رافال، احسن من اي فرن في السوق بجد، ومعاه شهاده ضمان ومعاه الكتالوج بتاعه ما شاء الله عليه. رافال عمرها ما خذلتني، وعمرها ما كانت يعني دايما قد المسؤوليه. هي دي رافال. رافال دايما قد المسؤوليه. يلا سيبكم بقى بخير واروح اكل الفرخه بتاعتي. باي باي.